السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم لاباس. مرحبا بكم معايا دائما في مطبخنا والدي زاد. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم حلوه بزاف شابه بزاف بنينه بذوق الشوكولا. راح تكون محشيه بطبقتين بالكراميل وطبقه مقرمشه. حلوه رائعه لازم تجربوها، تناسب الاعياد والمناسبات والحفلات الخاصه. هذا هو الشكل تاعها من الداخل. ما عليكم غير تجربوا الوصفه. اذا اول مره تزوروا القناه ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وما تنساوش ديروا جيم وكومنتير لا فيديو تاع اليوم. نبداو بسم الله على بركه الله. اول حاجه راح نبداو بعجينه الصابلي اللي راح نخدموا بها لي تختلات تاعنا. نحتاج 125 غرام زبده، لازم تكون طريه بدرجه حراره الغرفه. نضيف عليها بيضه كامله، 2 مغارف كبار سكري غلاس، ونضيف عليهم 3 مغارف كبار تاع الزيت. نضيف رشه الملح ما ننساهاش، ونضيف اغوم شوكولا باش يعطينا هذيك بنات الشوكولا بزاف تجي شابه. ونخلط هاد المكونات غير بيدي، ولا تقدروا تستعملوا الفوي ولا الباتور حتى نتحصل على قوام كريمي. هاد العجينة عجينة التختلت ناجحة 100%. ننصحكم تعتمدوها في جميع حلويات اللي يكونوا عبارة عن تختلات، لأنه وصفة ناجحة 100%. ما تلصق لكم في ليمول، ما يتغير الحجم تاعها وتجي هشيشة وتجي بزاف شابة وبزاف بنينة، وتقدروا تحتفظوا بهم الأطول مدة. هاد الحلوة تقدروا تحتفظوا بها أكثر من شهر ولا حتى لشهرين، تبقى على حالها وعلى القوام تاعها، كي لافاخس اللي غادي نخدموهم كي لاباط. الآن بعد ما نتحصل على قوام كريمي، نضيف ملعقة الكاكاو ونضيف رشة خفيفة من خميرة الحلوى، ونلم العجينة تاعي بالفرينة. وهذه هي العجينه تاعي راهي واجده. هذا هو القوام اللي نتحصل عليه. هنا حذاري ما لازمش ننشف العجينه تاعي بزاف، باسكو درنا فيها الكاكاو غادي بالخف تنشف معنا. نخليها شويه جاريه، شويه طالقه روحها، ماشي بزاف غير شويه، باش كي نكون نخدم فيها ما توليش تتفتت وتغبني في الخدمه. الان نجيب ليمون اللي راح نخدم بهم، وندي العجينه تاعي كيما راكم تشوفوا معايا ونابليكي في ليه مول بهذه الطريقه، ونقلع الزياده. ونخدم بنفس الطريقه حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي. والان نجيب فرشيطه ونثقبهم بهذه الطريقه وندخلهم للفرن على درجه 180 درجه. نشعل لهم غير من التحت ونخليهم يطيبوا. كي نشوفهم نشف لي كاع لاباط تاعي نشفت غايه وطابت، نطفي عليهم. وهذو هما لي تختلات تاعنا بعد ما طابوا. شوفوا كيفاش يبقاو محافظين على الشكل تاعهم ويجوا بزاف شابين ويديمولاو معكم بكل سهوله. والان نمروا للحشو اللي راح يكون عباره عن حشوتين. الحشوه الاولى راح تكون عباره عن توفي كراميل، وراح نخلطها مع الكاوكاو يكون محمص ومطحون رقيق. والحشوه الثانيه راح تكون عباره عن جوز مقطع مع الفيتون، نخلطهم بالشوكولا اللي طالع. انا هنا استعملت ماكسا. الحشوه الاولى راح نخلط الفيتون مع الجوز مقطع الى قطع صغيره ونلمها بالشوكولا اللي طالع ماكسا. انا استعملت ماكسون، تقدروا تستعملوا اي شوكولا تكون متوفره عندكم. ونخلط بهذه الطريقه. هنايا ما بغيتش نكثر بزاف الشوكولا باش الحشو تاعي يبقى لي مزربع كيما نقولوا، مانيش باغيه يتلم لي ويولي لي عجينه، باغيته يبقى مزربع باش كي ناكلوا الحلوه تاعنا نحسوا بهذيك القرمشه والبنه الشوكولا ما تغلبليش على المكسرات. فهمتوا؟ كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. الان هذا الحشو تاعي الاول نوخرها على الجهه راه واجد، ونخلط الكراميل تاعي مع الكاوكاو. والان نخلط الكاوكاو تاعي المحمص ومطحون مع توفي كراميل. هنايا العكس، الحشو الثاني راح يكون العكس. لازم الكراميل تولي باينه اكثر من الكاوكاو، معناتها نكثر الكراميل على الكاوكاو. ونخلط بهذه الطريقه، نخلط الكراميل تاعي مع الكاوكاو. انا لازم الكاوكاو تاعي يكون مطحون مليح ويكون محمص غايه، ما نخلوش خضر كيما على بالكم الكاوكاو كي نخلوه خضر ما نحمصوش غايه ما يعطيناش بنه شابه.
هنايا علاش خلطت الكاوكاو المحمص والمطحون مع الكراميل. هنايا بقى كيما شفتوا معايا كي قسمت الحلوى تاعي بغيت هادوك الطبقات يجوا باينين، بام الكاوكاو المحمص يعطينا بنه بزاف شابه للكراميل. جربوها وردوا لي الخبر. ودروك نعمر لي طاختولات تاوعي، نعمر وحده بالكراميل ووحده بحشو المكسرات ونغلق وندير حبه فوق حبه. ونغلق بهذه الطريقه. الان نكمل كاع الكميه اللي عندي. والان راح نقلاصي الحلوى تاعي. هنا عندي شوكولا بالحليب كون ذوبتها في حمام مائي وضفت لها ملعقه تاع الزيت باش تعطيني هذيك لابغيونس، ونقلاصي الحلوى تاعي بهذه الطريقه. والان راح نخدموا تزيين اللي راح نزينوا به الحلوى تاعنا. راح نخدم بهاد الورده، هاد السيليكون متواجد في الاسواق. هنا تقدروا تخدموا بعجينه السكر ولا تخدموا كما انا بالشوكولا. نعمر المول تاعي بالشوكولا وندخلها للكونجيلاتور تجمد ونديمو ليها، وبنفس العمليه حتى نكمل الكميه اللي على حسب الكميه تاع الحلوى اللي عندي. نعمر المول تاعي بالشوكولا ونضغط بهذه الطريقه على سطح العمل باش تخرج لي هذوك الفقاعات تاع الشوكولا ويخرج لي الشكل تاع الزهره تاعي شباب. وهنا بعد ما خرجتها من الكونجيلاتور جمدت راح نديمو ليها. تديمولا معكم بكل سهوله. وهذا هو شكل الزهره تاعنا كيفاش تخرج بزاف شابه. والان بعد ما جمدت لي شوكولا في الحلوى تاعي راح نلصق التزيين. هنا هذوك الزهرات اللي كنا خدمناهم نزينتهم شويه تاع الناكخي باش يعطونا هذيك اللمعه. والان بواسطه الشوكولا نلصق الوردات تاعي بهذه الطريقه. وهذه هي الحلوى تاعنا راهي واجده، وهذا هو الشكل النهائي. ان شاء الله تكون الوصفه تاعنا كانت خفيفه ظريفه معكم وعجبكم التزيين. وهذه هي الحلوى تاعنا راها واجده، وهذا هو الشكل النهائي. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. كانت حلوى سهله سريعه التحضير وبزاف بنينه، والشكل تاعها بزاف شباب. هنا نقسمها معكم حبه باش تشوفوها كيفاش جات من الداخل. وهذه هي الحلوى تاعنا. شوفوا معايا الطبقات يجوا باينين ويجوا بزاف شابين. صراحه جات بزاف بنينه، ما عليكم غير جربوها. اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا لي جيم او كومونتير لا فيديو تاع اليوم، وما تنساوش تبارطاجوا لا فيديو مع الاصدقاء والاحباب اللي تعم الفائده. واذا اول مره تزوروا القناه ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس هكا باش يوصلكم الوصفات الجدد. نقول لكم تهلاو في رواحكم، الى الملتقى ان شاء الله مع وصفات جديده. السلام.